من غير مقدمات صلى على رسول الله. ان شاء الله النهارده نشرح مع بعض دورة التبريد في الثلاجة. بيقول لي دورة التبريد في الثلاجة هي عملية حرارية مغلقة ومتكررة. تمام، يعني طول ما الثلاجة شغالة دورة التبريد دي شغالة، يتم فيها سحب الحرارة من داخل الثلاجة ونقلها إلى الوسط المحيط. يعني بناخد الحرارة اللي جوه الثلاجة ونطردها لبره. يعني مثلا لو احنا جبنا ازازة مية درجة حرارتها 25 درجة، 25 درجة، وحطيناها في التلاجة، بعد شوية أو بعد فترة درجة الحرارة بتاعة المية دي بتنزل تماما. ممكن لو أنت حطيتها في الفريزر تنزل لتحت الصفر، تمام، -2 مثلا. تمام. طيب هو إيه اللي خلى درجة الحرارة تنزل من 25 درجة لحد -2؟ يمكن أقل من كده، ممكن أعلى شوية، مثلا 10 15. المهم إن درجة الحرارة بتنزل. ما هو أكيد في حاجة بتاخد درجة الحرارة دي أو بتاخد الحرارة دي وتطلعها بره التلاجة. تمام، يبقى يتم فيها سحب الحرارة من داخل التلاجة. بناخد الحرارة اللي جوه التلاجة ونقلها إلى الوسط المحيط، وناخدها نطلعها إلى الوسط المحيط اللي هو الإيه؟ الهواء أو الجو اللي بره. تمام. طب بنعمل كده إزاي؟ قال لي باستخدام سائل التبريد اللي هي الفريونات صديقة البيئة. والدورة دي بتتم على 3 مراحل: تمدد وتبخر، ضغط، تكثف. تعال نتكلم عنهم واحدة واحدة. دي الشكل المبسط ده هنشرح عليه دورة التبريد واحدة واحدة. أول حاجة المرحلة الأولى اللي هي التمدد والتبخر. طيب المفروض إن سائل الفريون بيكون في الجزء ده كده في الحالة السائلة، وبيكون ضغطه مرتفع جدا. يعني هو هنا ضغطه مرتفع وفي الحالة الإيه؟ السائلة. تمام. يعني لو فرضنا مثلا ده شكله، دي شكل الجزيئات بتاعة سائل الفريون، قريبة من بعضها شوية، لأن زي ما قلت لك الضغط عليه مرتفع، فطبيعي الضغط ما دام مرتفع الجزيئات دي هتكون قريبة من بعضها. طيب بيخش على حاجة اسمها صمام ضيق، اللي هو الجزء ده صمام ضيق. طب وبعد ما بيخش على الصمام الضيق المفروض ان الضغط عليه بيكون زايد جدا في الجزء ده. اول ما بيعدي من الصمام الضيق الضغط بيقل بشكل مفاجئ مره واحده. يعني هو في الجزء ده كده كان الضغط عليه عالي، فالجزيئات كانت قريبه من بعضها. اول ما بيعدي من الصمام الضيق الضغط بيقل بشكل كبير، فالجزيئات تبدا تبعد عن بعضها تماما كده. تمام. طيب هو لما الجزيئات تبعد عن بعضها هنا حصل له كده ايه؟ حصل له تمدد، وكمان بيحصل له تبخر. يعني ايه بيحصل له تبخر؟ يعني هو كان سائل فبيتحول من الحاله السائله للحاله الغازيه بسبب انخفاض الضغط عليه بشكل ايه؟ بشكل مفاجئ مره واحده. تمام. يبقى هو هنا هيعدي من الصمام الضيق، الضغط هيخف عليه، هيتحول من الحاله السائله الى الحاله الغازيه. وبعدين قال لي بيخش على الجزء ده من الثلاجه. تمام، بيكون في الجزء العلوي من الثلاجه او في الثلاجه من فوق يعني. تمام. وقتها بيكون الفريون في الحالة الغازية وبيكون بارد، غاز وبارد الاتنين مع بعض. تمام. وتكون درجة حرارته تحت الصفر. غاز الفريون في الوقت ده بيكون تحت الايه؟ تحت الصفر. أول ما بيدخل هنا، طبعا أنا لو قلت لك من شوية إن إزازة الماء أنا حاطط درجة حرارتها كام؟ 25، وغاز الفريون هنا درجة حرارته تحت الصفر. فطبيعي أنا عارف إن درجة الحرارة بتنتقل من الأعلى في درجة الحرارة إلى الأقل في درجة الحرارة. طب مين هنا الأعلى؟ إزازة المية. ومين الأقل؟ غاز الفريون اللي درجة حرارته تحت الصفر. فبالتالي درجة الحرارة بتنتقل من إزازة المية أو أي حاجة عامة موجودة في الثلاجة تروح للإيه؟ تروح للفريون ده. تمام؟ فبيبدأ غاز الفريون وهو في المنطقة دي بيمتص كل الحرارة اللي موجودة في الثلاجة، بياخد كل الحراره اللي موجوده في الايه؟ في الثلاجه، اللي هي مرحله التمدد والتبخر، ودي اللي بيحدث فيها عمليه مص الحراره. هنا في مرحله التمدد والتبخر اللي هو في الجزء ده، تمام، بتحصل عمليه مص الحراره. طب ليه بيحصل عمليه مص الحراره؟ لان هو بيمتص كل الحراره اللي موجوده جوه الايه؟ جوه الثلاجه. تمام. بعد ما غاز الفريون بيمتص الحراره من جوه الثلاجه بيجي هنا دور الضغط اللي هو الموتور بتاع الثلاجه. طيب هو بيعمل ايه؟ قال لي والله هو بيسحب غاز الفريون ويبدا ينزله لتحت وياخده جوه الضغط نفسه او جوه الموتور نفسه. يعني غاز الفريون كان هنا، تمام، امتص الحراره. هل هيفضل فوق؟ قال لي لا، الضغط ده بيسحب غاز الفريون، بيسحبه ينزله ويبدا يخش جوه الايه؟ جوه الضغط. وهنا بتيجي المرحله الثانيه اللي هي مرحله الضغط. طيب هو ايه اللي بيحصل للغاز لما بيجي في الضغط؟ قال لي والله بينضغط. تمام، فبترتفع درجه حرارته. يبقى هنا كان عباره عن غاز، اول ما بيخش الضغط بيحصل له ايه؟ انضغاط، فالضغط بيزيد عليه فدرجه حرارته ايه؟ ترتفع. تمام. طيب خلصنا من مرحله الضغط. لما بيطلع غاز الفريون من الضغط بيبدا يخش على حاجه اسمها المكثف، وهنا بتيجي المرحله الثالثه اللي هي مرحله التكثف.
ايه اللي بيحصل فيه بالظبط؟ الاول لو انت فاكر يعني ايه تكثف، هو تحول الماده من الحاله الغازيه للحاله السائله. طب ما هو هنا غاز الفريون داخل في مكثف واسمه غاز، وخد بالك ان هو هنا درجه حرارته مرتفعه جدا. تمام. اولا سحب الحراره في الجزء ده، وبعد ما سحب الحراره في الجزء ده درجه حرارته ارتفعت. تمام. نزل كمان على الضغط فدرجه حرارته زادت اكتر. تمام. بتوصل لحوالي 60 ل 70 درجه. تمام. فبتخش هنا على المكثف. ايه اللي هيحصل بقى هنا في المكثف بالظبط؟ بص يا سيدي، المفروض غاز الفريون داخل هنا درجه حرارته من 60 ل 70 درجه. الفريون داخل هنا من 60 ل 70 ايه درجه مثلا يعني. تمام. طيب الهواء بره لو قلنا درجه حراره الجو الطبيعيه كام، نقول مثلا 25 درجه. مين اعلى دلوقتي، الفريون اللي 60 70 درجه ولا الهواء اللي 25؟ طبعا الفريون اللي 60 70 درجه. وانا لسه قايلك من شويه ان المفروض درجه الحراره تنتقل من الاعلى في درجه الحراره اللي هي 60 70 تروح لمين، لل 25. فهنا الحراره في المكثف ده هتنتقل من المكثف اللي هو أو الغاز الفريون اللي فيه يعني، تطلع منه من 70 درجه تروح لل 25. فيبدا الغاز يبرد شويه. تمام. لانه هيفقد الايه، هيفقد الحراره او هيطرد الحراره. عشان كده في المرحله الثالثه اللي هي مرحله التكثف هنا بتحصل عمليه طرد الحراره، لان هنا غاز الفريون بيطرد الحراره اللي معاه يطلعها لبره في الايه، في الجو. لان زي ما قلت لك درجه حرارته هنا بتكون حوالي 60 او 70 درجه، درجه حراره الجو بتكون تقريبا 25. فبالتالي الحراره تنتقل من ال 70 درجه تروح لمين، لل 25. تمام. ويرجع تاني للصمام الضيق، وتبدا ايه، وتبدا تتكرر تاني نفس دوره التبريد في الثلاجه بنفس الشكل كده بالظبط. تمام. دي بالنسبه لجزئيه الايه، التبريد في الثلاجه. ان شاء الله نشوفكم في جزئيه ثانيه باذن الله.